تتذكر أول مرة سمعت عن متحف اللوفر؟ شو تخيلت؟ أكيد الموناليزا الجميلة، الآثار القديمة والآثار المصرية والآثار العالمية وشيكوف ونيكوف وناناليكوف، ويسلم لي الكفوف يلي أكلوها على كفوفهم. المكان من أجمل أماكن العالم وأكثرها تاريخ وحضارة، وحتى كمان بالزمانات كان قصر من قصور ملوك فرنسا، وغير هيك صار متحف بالتاريخ الحديث. يعني مكان لازم يكون محمي 100%. بس الغريب إنه بنفس هذا المكان بمتحف اللوفر حاليا صارت أكثر وأجرأ وأقوى سرقة بالتاريخ الحديث. أكيد كلياتنا سمعنا عنها، وما بدي طول المقدمة أكثر من هيك، فيلا بينا نبلش بقصتنا. القصة بتبلش بيوم الأحد الصبح. الزوار بكل مكان ليزوروا الموناليزا والمتحف والشرطة والحماية وكله طبيعي وكالعادة. وعلى فكرة المتحف اللوفر بزوروا باليوم آلاف، وفجأة بينتشر خبر متحف اللوفر انسرق. بس مو أي سرقة ولا شلون هيك ما كان، خلت الناس كلها تتعجب إنه انسرق بنص النهار قدام الزوار، وكان المتحف فاتح، يعني لا انذارات ولا شيء طلع مثل ما حكينا سابقا. الغريب والسؤال اللي رح نحط عيوننا وبصماتنا ونفوت فيه ونحللها أكثر، كيف تمت هي العملية بدون ما حدا يحس والكل كان عم يتفرج؟ لأنه الحرامية بالسرقة استخدموا رافعة، لا سيارة ولا ميتور ولا حتى قارب، رافعة، يعني سيارة كتير ضخمة ولازم تثير الأنظار. والرافعة إذا أنا وياك بنعرف بالدول المتحضرة وقت تكون عم ترفع هي يلي الحشكلوزاية، بدك توقف بنص الطريق وبدك ترفع وبتطلع صوت بتعمل بيب 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 مثل زمول الإنذار لحالها، يعني شمس بخمسة، يعني فضيحة السيارة. فكيف قدروا يعملوا بدون ما حدا يحس عليهم؟ بلش وحدة وحدة يا صديقي. المصيبة الكبيرة اللي حكينا عنها الرافعة. هي الرافعة كانت مسروقة ولا هي أصحابها تاركينها ولا منين اجت هي الرافعة؟ خليني احكي لك قصة الرافعة لنفوت بوحدة وحدة ونحلل سوا. عملية السرقة صارت باللوفر يوم الأحد صباحا. السبت مساء في شركة رافعات أو شركة سيارات للبناء والى آخره، صاحبها من أصول عربية، هو جزائري الأصول ولكن متجنس فرنسي. كان في عامل بهذا المكتب تبع تأجير السيارات، بيدخلوا عليه اثنين وحطوا السلاح براسه وبيسرقوا هالرافعة وبيطلعوا. وطبعا هذا العامل ببلغ الشرطة وبقول أنا انسرقت من عندي رافعة مواصفاتها 1 و2 و3. هذا الحكي نحن عم نحكيه السبت بالليل، يعني قبل بيوم من الحادثة. ولأنه نحن بدولة متطورة لازم كمان مثل ما بنشوف بالأفلام وبهوليوود إنه تعممت على السيارة عن لوحتها وعن أوصافها وعن شكلها إنه في رافعة بهذا الشكل وبأي الأوصاف تم سرقتها. فهون يا صديقي بنصل ليوم الأحد، يوم السرقة. اجوا 3 أشخاص مدري 4 أشخاص بهي الرافعة، وقفوها بنص الطريق، ومثل ما كانوا يقولوا على وسائل التواصل الاجتماعي وبالنشرات الإخبارية إنه هي الرافعة وقفت بمكان للبناء. فأعطيك لمحة صغيرة لأني أنا عايش بفرنسا. أولا كان يوم أحد، يوم الأحد ممنوع الشغل بتاتا، هي عطلة، يعني مثل يوم عنا يوم الجمعة ما بتشوف لا عامل بناء ولا حتى سميرة نوف بالشارع. إذا بتشوف حدا بتقول عم شو هالمجنون بعد صلاة الجمعة طبعا بعز دين الشمس. 2 مثل ما كانوا عم بيقولوا على التلفزيون انه وقفت هي الرافعة قدام منشأة، يعني في حفريات وفي عمال صيانة وفي صيانة، فمشان هيك توقيف هي الرافعة مع هدول الناس ما كان كتير يعني ملفت للأنظار، وهذا عادي. زيدك من الشارع بيت، هذا الشارع ما كان فيه لا أعمال ولا صيانة ولا حبيبي زمردا. هي الرافعة اجت من هبة لا يكن، وقفت ورفعت، ولابسين الشباب الطيبة كانوا هدول البدل يلي هي لونها صفرة بتضوي. لا وهن طالعين على الرافعة، إذا شفتوا الفيديوهات الأخيرة حاطين الخوذة تبع الميتورات لأنه هربوا الميتورات بعدين. فكيف عامل صيانة أو عامل يعني بيشتغل بهي القصص طالع وحاطط خوذة على راسه؟ يعني فهمني إياها كرمال الله. ولا كمان خليني أقول لك شيء، هذا الشارع محيط اللوفر كثير في مناطق حساسة حواليه، فالشرطة والكاميرات تبع الشرطة معباي البلد، يعني كل مترين في كاميرا وبعد هالمترين في شرطة. فكيف
وشلون اتصل هي الرافعة على هذا المكان الحساس بنص باريس بدون ما حدا يوقفها ولا يفحصها ولا حتى يعمل لها تفتيش، ومعروف انه انسرقت ونخبر عليها من امبارح بالليل، ويلي بقلبها مبينين شو هنن. وقفت بمكان لك ممنوع السيارات توقف فيه، ممنوع. انا وقت اوقف هنيك بسيارتي الخاصة بثانيتين بتلاقي الشرطة دبكت علي فورا مباشرة. فشلون آلة ضخمة مثل هي الرافعة تمشي بشوارع باريس وبتوصل لقدام متحف اللوفر اللي فيه لازم حراسة مشددة، وبتشتغل بيوم أحد بيوم عطلة وبتوقف بنص الطريق وما حدا حاسس؟ والشرطة مثل ما حكينا مع كل كاميراتها وكل تطوراتها وكل حشكلوزاتها وحراساتها ما لاحظت انه في شيء غريب؟ ولا يمكن كان في تسهيلات من جوا؟ بعد ما خلصنا من السيارة والشرطة والتحاليل هي، الأغرب من هيك الشباب الطيبة اللي سرقوا فاتوا معلم ووصلوا للتحف بطريقة كتير سهلة، وكأنه حدا كان فاتح لهم الباب وتارك لهم يا مزقوق أو تارك لهم يا مردود مثل ما بنقول بالشام. والمفروض كمان الإزاز يلي مغطي هي التحف يكون إزاز ضد للرصاص وضد للكسر وضد للمتفجرات، ومعه أكيد أجهزة إنذار وقت ينكسر هذا الإزاز. بس المفاجأة إنه الإزاز اللي كان مغطي التحف يلي لا تقدر بثمن كان إزاز عادي مثل إزاز البيت. لا والله إزاز البيت يمكن أقوى منه، ومثل أي زجاج بمحلات الملابس. للمعلومة فقط إنه هون بفرنسا أنا عندي محل وإذا انكسرت الواجهة تبعه بيفرض علي التأمين والشرطة والقانون إني حط إزاز مضاد للكسر، يعني مضاد للاقتحام، وهذا حقه بلاوي. فيعني بتفرض علي هذا الشيء بالمحلات وما بتعمله بمتحف اللوفر يا زلمه. شو حتى الناس اللي بتشتغل مجال الامني قالوا في شيء مو ظابط، يعني لا الحراسه ولا الازاز ولا الدنيا، شو الوضع؟ والمتحف بحد ذاته بقناة إخبارية فرنسية طلعت مديرة المتحف واعترفت إنه فعلا المتحف ماله كتير مجهز بأشياء أمنية خارقة، وحتى أكثر من هيك إنه الكاميرات تبع المتحف مالها محطوطة على كل الزوايا أو لتغطي كل الزوايا، وفي كتير أماكن ما بتكشفها الكاميرات مثل حالتنا لليوم أو حالة هي السرقة. كيف عرفوا الحرامية؟ وهذا الشيء كمان زاد الشكوك عند متسائلين ومفكرين مثلك ومثلي. هلأ فعلا كان في تقصير ولا كان في تعاون داخلي من حدا من جوا، إن كان من الشرطة أو من المتحف؟ وكل هالتنظيم يلي حكيناه، توقيف الشاحنة بالمكان المناسب والدخول بالوقت المناسب، وحتى كمان الدخول من دون أي سلاح وتكسر الإزاز بكل بساطة الخارجي والداخلي، ولا يتعرضوا على حدا ولا حتى يشوفون ولا حتى الكاميرات تصورون. السؤال الأكبر مين ساعدهم وكيف عرفوا كل هالقصص؟ أكيد في حدا ساعدهم من جوا، ولا شو رأيك؟ لهيك بلشت الشرطة على أساس تحقق أكثر وأكثر وأكثر من شركات الأمن الداخلية للناس اللي بتشتغل جوا، الموظفين للأمن الخاص تبع المتحف، لحتى الشرطة اللي كانوا متواجدين هناك أثناء توقيت السرقة. بس لحد اللحظة ما طلع معهم شيء ولا طلع إعلان رسمي إنه في مساعدة داخلية. والشارع الفرنسي جانن لأنه شبه متأكد إنه هدول الحرامية مو هوات، ويلي ساعدهم أكيد فهمان كل شيء عم يعملوا. بعد ما طلعت هي التحقيقات ولسه ما بين شيء، وبعد ما مسكوا 1 و2 و3 بلشت الناس تتساءل أكثر، يا ترى هي السرقة هي بس مشان ياخذوا شوية مجوهرات لا تعد بثمن، يعني مكسب مالي، ولا هي رسالة وتعليمة على الجهاز الأمني الفرنسي وتاريخ فرنسا بشكل عام؟ وفي محللين فعليا قالوا إنه الهدف رمزي مو مالي، وكأنه إنه عم بيقولوا إنه أنت يا فرنسا ضعيفة جدا، نقدر نسرق أهم مكان فيك وبنص البلد تبعك بمكان كتير في حراسة، يمكن أكثر من حتى قصر الرئيس. رغم هيك جابوا هو وبعتوا الرسالة، أو يمكن هي كانت رسالة وبس. وبين كل هالتحليلات والشارع ضايج والناس اللي عم تدور، الشرطة عم تشتغل شغلة، وفعلا مسكوا واحد كان عم بيحاول يسافر على الجزائر من مطار شارل دي غول، واشتبهوا فيه انه واحد من هدول الحرامية. والتاني قبضوا على واحد تاني كمان بمنطقة ساندوني، يعني مثل هيك ضيعة متطرفة شوي عن باريس، بريف باريس، وهي فيها كل المشاكل، كل المشاكل
المشاكل اللي بتشوفها بالأفلام هي الضيعة اللي الشرطة ما بتفوت عليها بشكل عام. وطبعا لما دعموا المكان لقوا بعض الأجهزة أو بعض الأشياء اللي كانت ممكن تساعده وقت السرقة. وطبعا ملابس توافقت مع ملابس اللي طلعت بالكاميرات والناس وقتها كانت عم تصور، وبنفس الوقت واحد منهم اتطابقت DNA مع DNA اللي طلعوها المحققين من مسرح الجريمة. وطبعا لحد الآن التحقيقات جارية ولا المسروقات رجعت ولا عرفوا يرجعوا شيء. وهلأ من يومين كمان لقوا الشاب الثالث مسكوه، بس ما عم يعرفوا يجيبوا المسروقات، هي حرام عليهم. بس السؤال الأكيد أو الشيء اللي أنا متأكد منه ويمكن أنت كمان متأكد منه، بدي تاخد رأيي، بدي أخذ رأيك بعد كل هالتفاصيل اللي شرحناها سوا. يا ترى هي السرقة الكبيرة كتير علمت على فرنسا من ناحية مادية، ولا كان القصد تعليم على فرنسا من ناحية تاريخية ويقولوا لها يا فرنسا انت ضعيفة ولساتك ضعيفة؟ فطبعا يا سيدي لا تنسانا من لايك وحبك الكبير. دمت سالما، وكتير محتاج دعمكم على الفيديوهات يا جماعة، لا تنسونا من دعمكم. دمتم سالمين وبرعاية الله، والله يحمي وطننا وأوطاننا أجمعين. السلام عليكم.